حل أزمة السكن للمواطنين في مدينة الكوت. يتألف المشروع من 42 عمارة سكنية بواقع 504 شقة، بالإضافة إلى الأبنية الخدمية التي تتكون من 3 مدارس، بالإضافة إلى المستوصف الصحي وبناية إدارة والجامع، بالإضافة إلى بناية الأسواق. المشروع المجمع السكني وصلت نسبة الإنجاز به بحدود 70%، والحمد لله والشكر. بالوقت الحاضر أي مشاكل ماكو، والعمل جاري، وإن شاء الله ينجز المشروع بالوقت المحدد. المجمع السكني هذا اللي موجود حاليا في الكوت هو من الصرح معماري يضاف إلى محافظة واسط، ومن المؤمل بأن يحل جزء من أزمة السكن اللي موجودة بالمحافظة، بالإضافة إلى هذه المشاريع العملاقة هي تستقطب أيادي عاملة كثيرة من فنيين وعمال غير مهرة. أغلب الناس تعاني من السكن، والمجمعات السكنية هي يمكن تحل بعض الأزمة من السكن، وإحنا اللي نتمناه من الحكومة يعني توسع المشاريع السكنية، وخاصة محافظتنا محافظة واسط. والحمد لله والشكر احنا يعني نشوف البنايات والعمل المستمر بيها نفرح. أولت الهيئة العامة للمباني اهتماماً واسعاً بهذا القطاع، وذلك من خلال إعادة تأهيل وتطوير لبنايتي ديوان المحافظة ومجلس المحافظة. كوادر الهيئة العامة للمباني قامت بالإشراف والتنفيذ على هذا العمل، وحاليا العمل هو قيد التسليم، حيث تم إنجاز جميع الأعمال التي بعهدتنا، وتم الإشارة هنا تم إضافة بعض الأعمال من قبل محافظة واسط، وهي استعلامات نظامية تحتوي على دار استراحة لانتظار الموظفين، وكذلك تحتوي على مسجد، وتحتوي على كافتريا مصلى، وتحتوي على غرف لحراسات الFBS، وتحتوي على غرف للمنام وقاعات للمنام. الأعمال اللي كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى العقد الأصلي بكلفة أولية 2,120 دينار عراقي، وما عدا الأعمال الإضافية اللي بالغ حوالي 750 مليون. بعد ذلك تم تكليفنا أيضا من قبل المحافظة بأعمال بناية إضافية وأعمال ملحقات طرق ولاندسكيب خاصة بالمحافظة. مشاريع أخرى تضاف إلى سجل عمل الهيئة، وهو مشروع بناية وحدة تخطيط واسط، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى مراحل متقدمة. إن شاء الله إنجاز العمل في 28/2، وهناك يوجد تلكؤات، لكن يقوم دائرة المهندس المقيم بترويضها موقعيا، والعمل جاري بأحسن حال، وإن شاء الله مؤمل تسليم المبنى خلال يوم 28/2/2012. الأعمال الجاية نقوم بها هي الحجر والمرمر والجرانيت والأعمال الألمنيوم، أعمال التغليف بالحجر والأليكابون. الهدف من هذه المشاريع وغيرها إظهار المدينة بشكل حضاري ومتطور من خلال رسم استراتيجيات منظمة والعمل بها حسب الخطوط المعدة لمحاكاة التقدم الحاصل في مختلف المجالات. لبرنامج 18 ابتسام الصافي.